هنتكلم النهاردة عن الأخطاء الدفاعية اللي تسببت في 4 أهداف صورة بالكربون في المباريات الأخيرة، مباراة بتروجيت ومباراة الزمالك ومباراة أورلاندو في البطولة الأفريقية. ال4 أهداف تقريبا جايين من الجبهة اليمين، نقطة ضعف كبيرة جدا عند النادي الأهلي. هنتفرج بشرح مبسط جدا وبسيط عن تحركات اللاعبين اللي بتتسبب دايما في أخطاء دفاعية كارثية في الفترة الأخيرة، وللأسف لغاية النهاردة بعد 4 مباريات فتحي مبروك مش قادر يعالج النقطة دي. اتفرج على تحركات اللاعبين في مباراة بتروجيت. ادي الجناح بتاع بتروجيت رجع معاه باسم علي، طبعا هو كان فيه فاول ولكن الكرة استمرت. سعد سمير رجع يغطي ولكن بدون ضغط كبير على اللاعب اللي قدر يستلم ويرفع الكرة بسهولة جدا. محمد نجيب دخل وضم كالعادة، بيضم دايما وبيكسر راية التسلل وبيقف دايما يرفع ايده على التسلل الفترة الأخيرة. حسام عاشور، مجهود البدني الرهيب لحسام عاشور المظلوم في الفترة الأخيرة، لأنه تقريبا شايل دفاع النادي الأهلي أو تقريبا شايل خط وسط النادي الأهلي بدون مشاركة من أي حد. وادي حسين السيد اللي دايما بيغطي التغطية بتاعته متأخرة جدا في المباراة دي تحديدا. الهدف التاني كان الهدف الأولاني هدف بتروجيت كان بسوء تغطية كبيرة جدا من حسين السيد، وهنشوف الكورة هتنقل ازاي. حسام غالي رجع يساعد ولكن كانت بلا جدوى مساعدة حسام غالي. لعيب دخل وقف وسط 3 لعيبة من لاعب من النادي الأهلي بدون أي ضغط أو بدون أي سيطرة على الكورة. وادي محرز الهدف. الكرة اتنقلت من احمد جعفر لجناح بتروجيت اللي استلم براحة تماما ثم بصاها او عملها عرضية بدون اي ضغط على اللاعب ودخلها جول. ده كان هدف بتروجيت. نتكلم على المباراة التانية، مباراة الزمالك. ادي مباراة الزمالك. طيب احنا عندنا 7 لعيبة من النادي الاهلي في مقابل 5 لعيبة من نادي الزمالك. مفيش اي ضغط، لاعب واقف وسط 4 لعيبة مفيش اي ضغط عليه. في صورة غريبة جدا في اول 7 دقايق او في اول 11 دقيقة من النادي، في اول 11 دقيقة من مباراة قمة، واللعيبة مش فايقة، اللعيبة مش عارفة هي بتعمل ايه. ده تحرك احمد فتحي، ده تحرك سعد سمير، ده تحرك معروف يوسف اللي طبعا ما كانش عليه اي ضغط لا من سعد سمير ولا من احمد فتحي. ده محمد نجيب، ده حسين السيد، وده باسم مرسي. كرة اتلعبت رجعت لحمادة طلبة اللي عملها عرضية لمعروف يوسف، اللي عملها طويلة لمعروف يوسف اللي عرف يعمل عرضية، وطبعا من سوء تغطية من حسين السيد. كان موجود في المكان الصح، كان مغطي تغطية صح لكن ما تعاملش مع الكورة بشكل كويس. المفروض ان الكورة زي دي هو ما كانش محتاج انه، طبعا كلنا عارفين انه ما كانش محتاج انه يلعبها بدماغه انه ينزل يلعبها، هو كان محتاج انه يستلم ويشتت حتى على الاقل، مش لازم انه يستلم ويقف على الكورة. ده الجول الاول لنادي الزمالك من خطأ دفاعي متكرر من الناحية اليمين عن النادي الاهلي. الجول الثالث اللي دخل في النادي الاهلي الفترة الاخيرة، الجول الثاني في مباراة الزمالك باسم مرسي. طبعا هو هنا الخطأ من باسم علي اللي رجع الكورة بشكل غلط جدا لشريف اكرامي، بجانب عدم الضغط من سعد سمير زي ما هنتفرج بالظبط في الوقت اللي احنا فيه. الكرة اتنقلت من كرة اتلعبت طويلة، سعد سمير حاول انه يشتتها، لعبها لباسم علي اللي رجعها بغرابة لشريف اكرامي. ادي سعد سمير وادي باسم مرسي اللي ضغط على باسم علي ثم ضغط على سعد سمير وحرجم في الكورة في لحظة خروج خاطئة جدا من شريف اكرامي، قدر انه يحط الجون التاني. هنيجي نتكلم هنا على الجون الرابع اللي دخل في النادي الاهلي الفترة الاخيرة، مباراة اورلاندو احنا لو هنلاحظ هو انتشار دفاعي كالعادة من النادي الاهلي، 5 أو 6 لاعبين على 3 لاعبين من نادي اورلاندو. لاعب بدون اي ضغط عرف يعمل ثرو باس للاعب اللي اتحرك بجانب المهاجم اللي اتحرك في لحظة لعب الكورة بشكل جيد جدا. ده سعد سمير اللي كان متقدم، اتحرك
او رجع يغطي بشكل خاطئ جدا وبشكل متأخر جدا. محمد نجيب اللي اتحرك بشكل غلط جدا، بدل ما يتحرك مع اللاعب اللي المفروض ان هو ماسكه هو اتحرك وراه. وصبر رحيل اللي جاي بيغطي متأخر جدا جدا جدا، كرة بتتلعب ثرو وبعديها بتترفع وبيدخل جون الرابع للنادي الاهلي. مشكلة النادي الاهلي في الفترة الأخيرة هي مشكلة دفاعية، مشكلة النقطة اللي عند الجناح اليمين او الباك اليمين. وضحت قوي في مباراة الزمالك، وضحت قوي في مباراة اورلاندو. الجبهة اليمين نقطة ضعف كبيرة جدا على النادي الاهلي. لازم حد يقعد مع فتحي مبروك، لازم فتحي مبروك نفسه يقعد مع اللاعبين ويفهمهم الواجبات الدفاعية. لازم يقعد يتكلم مع حسين السيد ويتكلم مع صبر رحيل في نقطة التغطية العكسية. التغطية العكسية مش نقطة، مش حاجة صغيرة. التغطية العكسية هي تقريبا إنقاذ لهدف محقق، ولكن احنا بنشوف ان الاهداف دايما سببها الجناح اليمين، الباك الشمال في التغطية العكسية محمد نجيب لبطئه الشديد جدا وتغطيته متأخر، وكمان سعد سمير اللي بيضغط دايما بشكل خاطئ على اللاعب اللي معاه الكرة في الفترة الأخيرة. دي ملخص أخطاء النادي الأهلي في الأربع أهداف، وإن شاء الله هنكمل المباريات اللي جاية وهنكمل تحليلها، وأتمنى إن احنا نكون قدمنا لكم حاجة كويسة، وشكرا.